تفتكروا ايه اللي ممكن يخلي الراجل عنده كاريزما عالية وكل الناس بتحبه؟ كمل معايا الفيديو، هقولك على 5 حاجات هتخلي كاريزمتك تضرب في السقف. جايز؟ يلا نبدأ. اهلا بيكم يا جماعه، معاكم سيف، والنهارده هنتكلم عن مواصفات الرجل الكاريزما وايه هي الحاجات الصغيره اللي بيعملها عشان ياخد الصفه الكبيره دي. اول حاجه، ثقتك في نفسك لازم تبان. كل حاجه في حياتك لازم تبقى بتدل على انك شخص منضبط، عارف بيعمل ايه، واثق من نفسه. زي طريقتك في الكلام، بتتكلم بهدوء ورزانه وعارف بتقول ايه، ولا بتتكلم بسرعه وبتهته ومش عارف انت بتقول ايه. حتى طريقه المشي بتاعتك بتدل هل انت واثق من نفسك او لا. ماشي فارد ظهرك، صدرك بره، باصص لفوق، بتكلم الناس في عيونها، ولا ماشي مقتب وكتفك ساقط وبتخاف تبص للناس في عيونها. كل دي حاجات لو ظبطتها ثقتك في نفسك هتزيد، وبالتالي كاريزمتك هتزيد. تاني حاجة، اوعى 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 تكذب. عايز تقنعني ازاي الناس هتحبك وانت بتكذب عليهم؟ عايز تقنعني انت نفسك هتحب نفسك ازاي وانت بتكذب؟ الكذب صفة مدمرة للثقة في النفس ومدمرة للعلاقات الاجتماعية. فمن الاول خالص بلاش تكذب، وخليك صادق مع نفسك وصادق مع الناس، فبالتالي الناس هترتاح معاك في الكلام اكتر، فبالتالي الناس هتثق فيك اكتر، فبالتالي الناس هتحب الكلام معاك اكتر، فبالتالي كاريزمتك هتعلى. تالت حاجة، اتفاعل مع كلام الناس. متبقاش واقف بتسمع الناس وهي بتتكلم كده، ده كده غلط. لازم تتفاعل وتبتسم في وش اللي قدامك وتركز معاه بعينك وتركز معاه بودانك وتسمع هو بيقول كويس وتتفاعل معاه، فبالتالي هيرتاح معاك في الكلام، وبعد كده هيثق فيك ويتكلم معاك تاني وتالت ويقول ايه ده الشخص ده ماله، قعدته حلوه، انا حبيته. بس كده انت كده جبت جون خلاص. رابع حاجه معانا، لازم تبقى ليدر مش بيتا. يعني ايه؟ يعني لازم تكون انت القائد، او مش القائد بمعنى شخص مسيطر او شخص متعجرف، لا خالص. شخص واثق من نفسه، واثق من كلامه، شخص عارف الصح فين وبيوجه الناس اللي معاه ليه. الناس اللي معاه دول بقى اهله، صحابه، زمايله في الشغل، لازم تكون انت صاحب القرار وعارف انت بتودي الناس دي فين. خامس حاجة، تأثيرك لازم يبان. دكتور طلب منك بروجكت في الجامعة وعملته، واعرضه بكل وضوح، واعمل هايلايت عليه كويس قوي، وابرز مجهودك عشان انت تعبت في ده. عملت طبخة حلوة، عايريهم بيها طول اليوم عشان انت بذلت مجهود، ولازم توري الناس مجهودك. غلى على نفسك كويس في الجيم او في الدراسة، وري الناس مجهودك. ابرز دايما مجهودك، هتاخد الاتنشن وهتاخد كلمة حلوة، فبالتالي ثقتك في نفسك هتزيد. وبس كده نبقى وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، سبسكرايب، واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عايزك دايما شغال لنفسك عشان نفسك، وحسن من نفسك، كاريزمتك هتعلى وثقتك في نفسك هتعلى، وهتبقى انسان احسن.